السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الحكاية بعت لنا مشكلته وبيقول عايز تعليقاتكم على المشكلة دي. بيقول صاحب الحكاية أنا اسمي إبراهيم، اللي حصل بيني وبين مرات أخويا لما توفى بدل حياتي 180 درجة. مشكلة حصلت معايا عمري ما توقعتها. بيقول أنا عندي 32 سنة، يعني فاتني عمر الجواز. طبعا مش هقول لكم انا كبير قوي او صغير قوي، بس طبعا ما حصلنيش نصيب ان كنت كل ما اتقدم لواحده ما يحصلش نصيب، لان عندي مشكله شويه في رجليا، يعني زي ما يكون عندي شبه اعاقه. الحمد لله مش قاعد على كرسي متقاعد ولا ماشي على عكاز، بس يعني ايه، مولود خلقه كده بمشي اعرج شويه. كل ما كنت اروح اتقدم لبنت كان ما بيحصلش نصيب، يعني كانت بتبص لاني يعني اني في عيب او ان انا معيوب. يعني كانت بتبص لي انا ايه اللي يجبرني ان انا مثلا اخد واحد عنده مشكله او عنده اعاقه، وانا قدام الاسواق كتير. فكان كل ما كنت اتقدم لبنت واخد خطوه، رغم ان انا الحمد لله حالتي الماديه كويسه وما شاء الله خلقتي وسيمه وكل حاجه وشخصيتي كويسه وبشتغل الحمد لله، فاتح مطعم فطاير وبيتزايات وحاجات من دي في منطقه راقيه جدا، وربنا يعني بيكرمني اخر كرم، وعندي عماله والدنيا ماشيه معايا كويس ومعايا فوق المتوسط. يعني انا كان معايا ثانويه عامه، دخلت سنتين معهد فن تجاري بعد الثانويه العامه واتخرجت. وطبعا عشان انا واخويا بس اتنين ولنا اخت متجوزه اكبر مننا، فانا كنت كل طموحي ان انا يعني ماليش جيش خلاص. انا بعد ما اخلص تعليمي وطبعا خدت اعفاء من الجيش عشان الاعاقه، افتح مشروع واشتغل فيه، اقعد على مكتب واجيب عماله تشتغل واسترزق. بس للاسف كل ما كنت اروح لبنت من وانا عندي 27 سنه بدات ان انا يعني اخد خطوه ان انا خلاص ربنا عاطيني خير وعندي مشروعي وعندي شقتي وكده ان انا اخطب. سبحان الله، كل ما اروح لبنت ما يحصلش نصيب بعد ما تبقى كويسه وموافقه، زي ما يكون حد بيلعب في دماغها من اهلها، يا بنتي ده بيعرج، ده مش عارف ايه. بصيني ان انا يعني كاني انسان عندي اعاقه، ان انا انسان مش سوي. فما كانش بيحصل نصيب. اجي عند اتمام الخطوبه ما يحصلش نصيب، لغايه يعني ما جت في يوم بنت كانت شغاله قصاد مني في المطعم بتاعي، شغاله في سوبر ماركت كبير او هايبر ماركت كبير. البنت ديت يعني كان عندها في حدود 30 سنه. كل ما اروح واجي مثلا الاقيها بتبص عليا، ساعات كانت تعمل حجه تيجي تشتري مني فطاير، تحاول تتكلم معايا. المهم لما كلمت معايا وسمعت لها لقيتها عندها 30 سنه، اتخطبت 3 مرات وانسابت، وكل مره تقول انا ايه معمول لي سحر، انا مش عارف إيه انا لما بتخطب بقعد شهرين 3 وانساب. طبعا ما كنتش فضولي معاها وما حبيتش اعرف الاسباب، بس انا قلت لها يا بنتي ربنا بيعوض، واكيد اكيد لو كانوا خير ليكي كان بقى وكده، وما تزعليش على ان ما بيحصلش نصيب، اكيد ربنا عاين لك حاجه احسن من كده. وبدات تفتح لي قلبها وانا اتكلم معاها. وطبعا في الوقت ده كان عندي 31 سنه. المهم ايه، ان هي بدات تقول لي اديني رقمك، انا ارتحت لك في الكلام وبدانا نتكلم مع بعض فتره طويله. المهم لغايه ما انا قلت ايه، يا واد انت كده كده مفيش نصيب بيحصل لك مع حد، وما دام هي مرتاحه لك وهي سبحان الله يعني برضو مش صغيره و30 سنه، كان بيني وبينها سنه بس تقريبا. قلت خلاص مفيش مشكله، ايه اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش، وهي عارفه ظروفك والحمد لله ايه متقبله. المهم ان هي قلت لها يا بنت الحلال، لو انت مش مرتبطه او ما فيش حد في دماغك اجي اتقدم لك. رحبت وفعلا اتقدمت لها. ولما اتقدمت لها وخطبتها وكده لقيتها انسانه كلها مشاكل، يعني بصراحه مشكلتها صعبة، يعني بتاعت مشاكل، مش مريحة في الكلام، بترد الكلمة ب10، انفعالية. يعني الكلام كان في التليفون، وأيام ما كانت بتجيلي المطعم كانت تمام وكويسة، لأن ما كناش بنتكلم، ما كانش فيها يعني هي عندها حتة التملك، ما كانتش بتبين عيوبها. لكن لما أنا خطبتها وقريت فتحتها ولبستها الشبكة بدأ بقى تظهر المشاكل، وإن هي بتتلفظ، وساعة ما أكلمها كلمة تديني بالكلمة 10. عرفت ساعتها إن اللي سابوها في الخطوبة سابوها ليه. انا ليا اخ اكبر مني عنده 35 سنه، متجوز، يعني مراته بسم الله ما شاء الله محترمه جدا جدا ومتدينه جدا ومتخمره كده، وما تنزلش حتى بيت العيله الا الطلب الضروري قوي. احب تعمل حاجه اللي والدتي بتعملها لها لما اكون انا مش موجود، يعني محترمه جدا. وانا قاعد في المطعم بعد ما خطبت دي بشهرين وفي عز المشاكل، جالي خبر في المطعم ان اخويا عامل حادثه على الطريق. كان رايح الطريق الصحراوي بتاع اسكندريه، كان رايح يجيب واحد صاحبه من المطار وعامل حادثه،
وربنا اخد امانته، توفى الى رحمه الله تعالى. يعني لما جالنا الخبر ان هو عامل حادثه، دخل في عربيه نص نقل وتوفى في الحال، ما لحقش يروح المستشفى. طبعا خدت العزاء، وقفت جنب مراته، وطبعا سايب مراته وهي عندها بنت وولد. بنت عندها 5 سنين والولد عنده 2.5 سنين كده. المهم من هنا طبعا وقفت في العزا وخدت الخاطر، وقفت جنب ولاد اخويا، ومراته محترمه جدا جدا. يعني قعدت في شقتها وقالت لامي ولابويا انا هقعد اربي ولادي، وانا هقعد في وسطكم، انتوا الامان ليهم اكتر من اهلي. وطبعا امي بقت تقول لي يا ابني مالكش بركه، لو ولاد اخوك اتيتموا هم اطفال. طبعا البنت الكبيره 5 سنين بتروح يعني في KG 2، طفلة بريئة ما تعرفش اي حاجة. كانت متعلقة باباها جدا جدا، لان اخويا كان جنتل قوي في اسلوبه مع اولاده مع مراته، محترم جدا، حافظ لكتاب الله، فكان معيشه معيشة كويسة. البنت يا عيني ما لحقتش تفرح يعني بحياتها مع ابوها، وانتوا عارفين ان البنت في السن ده بتبقى قريبة من ابوها قوي. البنت مني انا فيها شبه كبير من اخويا الكبير. كانت البنت ساعة ما تعرف ان انا موجود في البيت، طبعا بحكم شغلي في المطعم ان انا بطلع، المطعم بيفتح المعجنات ده من بعد الساعة 2 تقريبا لغاية الساعة، بنقفل حوالي الساعة 2:30 بالليل. فطبعا ببقى على طول مشغول في المطعم. ساعة ما تشوفني الصبح نايم كانت تنزل عند والدتي تحت، وتقعد تلعب في شعري، ويا بابا يا بابا، هي فاكرة ان انا بابا لان في شكل بيني وبينها. طبعا هي عارفة ان انا عمها، بس كانت يعني محساني ان انا إيه ابوها. يا بابا يا بابا، كانت البنت احن عليها وتصعب عليا جدا جدا جدا. كانت بصراحة بتقطع في قلبي، يعني بحس ان هي نظرتها يتم، ومحتاجة فعلا حد يعوضها عن حنان الاب. الولد الصغير 2.5 يعني ما هوش لسه برضه مش واعي قوي، مش فاهم قوي. فكانت البنت متعلقة بيا تعليق جامد. وساعة ما كنت مثلا اروح من المطعم الساعة 2:30 بالليل، الاقيها اسمع صوت عيطها فوق، تقول انا عايزة انزل لبابا ابراهيم تحت. وما تقول لها ما ينفعش الوقت اتأخر، تقول لها يا ماما هو بيجي بالليل، انا بنام بدري عشان اما اسمع صوت البوابة بتتفتح انزل اقعد العب معاه. فانا كنت قريب من البنت. طبعا خطيبتي عشان انا كنت يوم الجمعه ده موفق نفسي ان انا ما كنتش بفتح المطعم، يعني في اليوم ده مثلا كنت بفتحه يعني زي دوام جزء كده. كنت بخلي العماله هم اللي تابعوا المطعم، وكنت بروح كل جمعه بتعمد ان انا اروح ازور خطيبتي. ما انا ما ينفعش ان الحياه كلها تبقى شغل بس. المهم في اليوم اللي هو الجمعه ده كانت البنت بتقعد معايا وتشبط فيا، يعني انا عايزك يا عمو تقعد معي. اقول لها طب انا رايحه عند طنط ريهام، راح ازور خطيبتي، خدني والنبي معاك يا عم. فكنت اخدها في عربيتي واخدها معايا. لقيت خطيبتي متقله ومتضايقه وبتقول لي هو انت خلفت ولا معرفش ولا ايه؟ هو انت هتعود نفسك بعد كده، تعودها عليك ان انت كل ما تيجي تزورني اليوم اللي انت بتجيلي فيه من كل اسبوع تشد وتجر وراك، وتعودها تشبط فيك وتبقى تيجي؟ هو انا مخطوبه لك بقى عازب، ولا مخطوبه لك ان انت ابو العيال؟ يا بنتي في ايه؟ ده بنت اخويا. ايه بنت اخوك دي؟ قلت لها ابوها متوفى ومتعلقه بيا، وايه يعني ما اجيبها معايا؟ هو انا جاي ايدي فاضيه؟ ما انا جايب الخير في ايدي اهو، وجايب من خيرات الله. وكمان ده طفله بريئه، ايه المانع؟ ده انا بتهيألي كانت انت اللي تبقي مرحبه ومبسوطه، ولما تلقاها نفسها تيجي معايا عندك تبقي انت راضيه ومبسوطه وتقولي هاتها معاك. تقولي لا انت تجيلي انا فاكر ان انا لما اتجوزك هبقى انا بقى ان شاء الله كل شويه البيت ده عايشه عندي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا بحب الحياه تكون خاصه، وحابه حياتي تكون لها خصوصيه، محبش حد يتفضل على حياتي، محبش حد يدوشني. انا عايزه اعيش حياتي بحريه. ولا انت عايز كل ما تيجي هنا تشبطها فيك وتيجي معاك وتتعود عليك، وان شاء الله لما ابقى مراتك واتجوزك كمان تبقى لازقالي في شقتي بقى وقاعده معايا شويه شويه تنام في النص؟ لا لا يا حبيبي، انا ما بحبش كده. هي مش لا مامتها؟ انت جايبها وراك في ايه؟ وراك ليه؟ هو انت فاكر ان كل واحد خاطب بياخد ولاد اخوه وراه وهو رايح يزور خطيبته؟ انت جاي لي ولا جايب البت تفسحها وموديها حديقه، ولا رايح توديها الملاهي؟ المهم لقيت اسلوبها مش حلو كده، قلت لها في ايه؟ انت مالك كده؟ هو انت لا مريحه معايا في الكلام، ولا عندك حنيه حتى للبنت اليتيمه، ولا عندك ذوق في التعامل، ولا ذوق في المقابله؟ في ايه؟ يلا يا بنت قومي. قمت واخد بنت اخويا وماشي، وخدت فعلا بعضي ومشيت، وانا مقتنع ان انا خلاص هروح مش هرجع تاني البيت ده. كلامها بصراحة كان مستفز جدا. طفلة من أحباب الله وبنت أخويا، استحي على دمك يعني، معلش. أنا جاي وبنت أخويا شبطت فيا، وطفلة عندها 5 سنين يعني غصب عني جبتها. وكمان الاطفال احباب الله، من حقك انت تقابليها احسن من كده. انا كنت متوقع ان هي تبقى فرحانه وتقول ايه، ده انت كويس ان انت جبتها، وتلعب معاها وتراضيها وتعاملها حلو. لكن هي عدوانيه جدا جدا، وانا عذرت ال3 بصراحه اللي سابوها.
المهم من هنا قمت واخد البت ومشيت، ولقيتها عماله تدي عليا اتصالات. اول ما وصلت البيت، انت ما بتردش عليها وتكتب لي بالواتس مني ما بردش عليها. انت فاكر ان انت هتبقى جوز الاتنين؟ هي مرات اخوك فاكر ان هي بقى اترملت وانت بقى كل شويه تشيل عيالها وشويه شويه تتجوزها عليا؟ لا يا حبيبي، لا انا لا هي، انا ما بحبش كده. انا متجوزك لوحدك، انا هتجوزك تبقى خاص بي انا وحياتي انا ماليش دعوه بحد، انا كفايه شايله همي بالعافيه. رد عليا انت. انا فهمت الموضوع من دلوقتي. انت طبعا استنيت لما اخوك لما توفى، بقى دلوقتي بتفرض البت عليا عشان بعد كده ارتبط بيها، وشويه شويه تقول لي هتجوز مرات اخويا، وده الامر الواقع. وتعود ان انت بقى يعني بتحب العيال وعشان كده ضحيت عشان تتجوزها. لا ما انت بترسم على كده ان انا اتجوزك من هنا، وانت تقول ارملت اخويا ولازم انا اربي لحمي ولسه صغيره، وتقوم فرض العيال عليا وتتجوزها. انا فهمت الموضوع ده من دلوقتي. وتنكد وتقول وتبعت رسائل صعبه جدا وشتايم، ويرد عليا خلي عندك ذوق، انت ليه ما بتردش؟ مش تحمد ربنا ان رضيت بيك؟ وقامت جايبه بقى الكلمه اللي قطعت بيا خالص. مش تحمد ربنا ان انا خدتك وانت ما بتقدرش تمشي؟ يخرب بيتك انت كمان، لا طايقاني ولا طايقه اهلي ولا طايقه البت اليتيمه ولا طايقه اسلوبي معاكي. وانا محترم معاها جدا، قابلتها بظروفها ان هي من سبع 3 مرات، قابلتها بمشاكلها. شهرين مخطوبالي، نكد نكد نكد، اسلوب وحش، بترد الكلمه ب10، كالحه في كلامها، كثيفه في كلامها، اسلوبها صعب، عصبيه، حاجات كتير مش كويسه. بس انا ما كنتش اتوقع ان هي لما تشوف البنت معايا ان نار، يعني قلبها تقيل كده، ان هي تبقى فعلا شر، ما عندهاش حتى رحمه بالاطفال. لقيت نفسي بقول لا انا مش عايزه، خلاص هي قفلت معايا. وانت برضو اكتبوا لي في التعليقات انا غلطت ولا لا. هي مستفزه من كله، لا تنفع زوجه ولا تنفع صديقه ولا تنفع ام. في يوم من الايام انسانه عدوانيه بمعنى الكلمه، انسانه شر بمعنى الكلمه. انا يعني قبل ما اخطبها كنت بقول يا ريتني فضلت من غير خطوبه، كرهتني في الخطوبه كلها والله، حتى من قبل وفاه اخويا. المهم من هنا ركنتها خالص على الرف خالص، وقلت والله ما عدت ارد على رسائلها ولا ارد على اتصالاتها، وعملت لها بلوكات من جميع التواصل الاجتماعي. وقلت انا كده كده جايب لها 30 جرام ذهب كده، ربط كلام، مش عايزهم تغور بيهم، انا كده كده مش عايزهم. وبدات ان انا اعتمد على الله في شغلي وفي حياتي، واقرب من ولاد اخويا. وبصراحه امي لقيتها بتقول لي يا ابني انا شايفاك ما عدتش بتروح لخطيبتك يوم الجمعه، يعني بتروح المطعم عادي، في مالك كده؟ قلت لها ما فيش حاجه، مش مريحه في الكلام يما، واسلوبها وحش، وما رضيتش اقول لها على موضوع البنت الصغيره. قالت لي لا بنت اخوك قالت لنا. قلت له بنت اخوك بنت اخويا قالت لك؟ قالت لي قالت لي طنط رهام يا تيتا لما كنا عندها انا وعمه قعدت تزعله وتقول جايبها وراك ليه انت، كلام كتير قوي. وعمه زعق وزعل معاها وخدني وروحنا، وراح جاب لي عصير وايس كريم. يعني البت حكت لانها طفله من احباب الله، عيله بتعيد الكلام برضو لسه صغيره ومش فاهمه. قلت لها ايام ما ده اللي حصل. قالت لي يا ابني وده ينفع؟ يعني ولاد اخوك يتامى، وبعد كده لما انت تتجوز حتى ما هم برضه هيبقوا مسؤولين منك، لهم ان انت توديهم، لهم ان انت تراضيهم. مرات اخوك احتاجت حاجه هتجيبها لها، ولاد اخوك محتاجين حاجه هتجيبها لهم. بنت في المدرسه تسال عليها، توصي عليها مدرسينها. يعني العيال دول هيبقوا في رقبتك. انا لو عشت النهارده مش عايشه بكره، وابوك كمان راجل داخل في 70 سنه وانا عندي 65 سنه. يعني ما ينفعش ان انت تسيب ولاد اخوك. ازاي ان هي تبقى شرانيه كده، بدل ما تقول لك مالكش بركه الا اليتامى؟ البت دي ما تلزمناش يا ابني. لو انت عايزه انا مش هقف في طريق سعادتك، لكن لو انت شايف ان هي مش نافعه، الخساره القريبه احسن من الخساره الكبيره. نخلص بدري بدري. ردت عليها قلت لها ياما والله وده اللي انا ناويله، انا مش عايزها بصراحه. وبصراحه حتى انا جايب لها 30 جرام اللي احنا شبكناها بهم، انا مش عايزها. رجعتهم اهلا وسهلا، ما رجعتهمش في 60 دقيقه، انا مش عايزهم. كان ايامها يعني الذهب ب 2000 جنيه، قلت مش مشكله يعني، ما جاتش على 60,000 جنيه يغوروا. ادين صفقه وخسرتها. يوم ما فتحتش فيه مطعم جه عليه غرامه ودفعتهم، مطعم ولع وعملت صيانه، مش فارقه معايا الفلوس، المهم ان انا اخلص منها. وسبحان الله بدات اتقرب من ولاد اخويا، وبنت اخويا دي كانت في ايدي في الراحه وفي الجايه. يعني لدرجه ان بقت تقول لي يا عمو انا هنام مع تيتا في اوضتها عشان اعرف ان انت موجود في البيت. وبقت تسيب مامتها وتيجي تبات مع والدتي تحت عشان خاطر تبقى قريبه مني. لما اجي من الشغل الاقيها مستنياني تقول وحشني يا عمو انت غبت قوي، واجيب لها الشوكولاتات. حسيت ان ولاد اخويا دول محتاجيني فعلا. فساعتها انا اللي طلبت مرات اخويا للجواز، اللي هي ارمله اخويا. كلمت امي
قلت لها يا ماما. قالت لي ايه؟ قالت لي ايوه يا ابني. قلت لها دلوقتي انا سبت خطيبتي وعايزه اتجوز. قالت لي حقك. قلت لها طب يما، طب ما انا اولى من الغريب بولاد اخويا، ما تكلمي كده سعاد ان هي ارمله اخويا كده، شوفي لها دلال ان هي توافق على ارتباطنا ولا لا. وانا بصراحه اكون مبسوط قوي ان انا الم لحمي. البت زي ما انت شايفه كده متعلقه بيا، وبدل ما اروح اتجوز واحده غريبه تبهدلها او تغير من مرات اخويا بعد كده، او ما تحبش العيال، ابقى انا واخدها من قصرها والم لحمي، وهي كده كده قاعده في وسطنا يعني، ما راحتش بيت قرايبها. المهم امي لقيتها بتقول لي والله يا ابني صدق بالله. قلت لها امنتي بالله يا ماما. قالت لي والله يا ابني انا كنت عايزه اقترح الموضوع ده عليك قبل ما تسيب البت دي، ان انت تسيبها وتاخد ايه ارمله اخوك اولى. قلت لها والله يا امي انا فكرت في الموضوع ده لما لقيت البنت متمسكه بيا ومتعلقه بيا كعمها او كابوها، ده ما بتقوليش الا يا بابا، ومش عايزه اتجوز واحده بعد كده تقطع علاقتي بولاد اخويا. ولاد اخويا يتامى وعايزين اللي يقف جنبهم، فانا اولى بلحمي ان انا المه ونبقى ايه، اجمع شمل بيتنا كده مع بعض ونبقى اسره واحده. امي قالت لي خلاص انا هروح اكلمها. طبعا كان عدى على وفاة اخويا 6 شهور. ما طبعا ارملت اخويا رفضت في الاول وعيطت وقالت لا انا والله قاعده عشان ربي عيالي، انا ما بفكرش اتجوز، انا مهما اتجوزت عمري ما اعوض جوزي، انا مستنياه في الجنه لما نكمل مع بعض حياتنا في الجنه، وان شاء الله اقابله في جنات النعيم ويبقى زوجي في الدنيا ويبقى زوجي كمان في الاخره. وطبعا كانت رافضه. بس طبعا امي وابويا واختي اللي هي اللي اكبر مني متجوزه عندها الوقت 45 سنه، اختنا الكبيره، قعدت تلح عليها وتقول لها يا بنتي انت كده لسه صغيره، وكده دلوقتي انت عندك 28 سنه ولسه عيله في عز شبابك، وبنتك متعلقه بعمها، والواد الصغير محتاج اب، والعيال كل ما تكبر بتعوز مسؤوليه، والعيال كل ما يعني ما تكبر بتبقى محتاجه اب، وانت برضو لسه عيله، سنه في سنه في سنه هتحس ان انت المسؤوليه تقيله عليكي ومحتاجه راجل في حياتك. فاللي نعرفه احسن ما تعرفوش، واحنا حابينك وحابينك في وسطنا وعايزينك تبقي كمان يعني نكمل نص ديننا كده معاكي، واخويا ياخدك والحياه تبقى كده حلوه، ونبقى عيله واحده، حتى تنزلي لحماتك في اي وقت ما تبقيش محروجه، يبقى هو حلالك وكده، وفي نفس الوقت بدأ يعني يبقى راجل ستر وغطى عليك. فين وفين قعدنا نقنعها 5 شهور لغايه ما وافقت. المهم لما وافقت من هنا، وطبعا البت اللي انا كنت سايبها الشبكه بتاعتها وسايب لها كل حاجه خلاص مضت خطوبتها، بدات تلف عليا انا بحبك وانا عايزاك وانا راضيه. قلت لها يا بنت الناس كل شيء اسمه نصيب. جابت شريحه جديده وكلمتني، يا انا عايزاك وانا ما قلعتش دبلتك من يوم ما سبتني، وانا مش عايزه اتجوز غيرك وكلام من ده. قلت لها يا بنت الناس احنا خرجنا بالمعروف، والشبكه اللي عندك دي انا مش عايزها، انا متبرع بيها ومتطوع بيها صدقه عن نفسي وعن صحتي، وكمان انت غلطت فيها ما فيك كفايه وقلت ادبك وزودت الطينه بله لما قلت لي مش كفايه ان انا خدتك ما بتعرفش تمشي، انت بتعيبي فيا وبتعيبي في وبتعايريني بحاجه ربنا ابتلاني بيها، انت ما تلزمنيش. وكمان انا يعني خلاص هتجوز. تتجوز مين؟ هتجوز ارمله اخويا. فتحت لي بقى على البحر كانها خطيبتي وانا سايبها بقالي 5 شهور. ما انت كنت راسم عليها، ما انت كنت عايزها، عشان كده كنت بتفرض البت عليا، انا اللي قلت هو اللي حصل ومش عارف ايه. انت ناسي ان انت كاتب مذكره؟ كان طبعا لما جيت اخطبها كنت كتبت لابوها مذكره باتفاقاتنا على الشبكه والقايمه وبقيت شبكتها هجيبها لها، الاتفاقات اللي بتتكتب في المذكره دي، انا هروح ارفع عليك المذكره دي ومش عارف ايه. قلت لها انا سبتك وانت مالكيش عندي قايمه، احنا ما كتبناش كتابنا، ودي مذكره اتفاق لحين ما نعمل اتفاقات الفرح، واحنا ما كملناش الفرح، اعلى ما في خيرك اركبيه بقى. المهم وقفلت معاها واتجوزت ارمله اخويا، والحمد لله ست محترمه جدا وملتزمه جدا ومتدينه جدا، بتصلي الفرض بفرضه. حسيت ان انا عملت حاجه صح، حسيت ان انا لميت شمل ولاد اخويا، انا اولى بهم يا جماعه بدل الغريب، انا اولى ان انا اكون ستر وغطا على ولاد اخويا. بنت اخويا لما تتعرق انا هغطيها، لكن الغريب عمره ما يغطيها. بنتي محتاجه اب، اللي يخليني اروح اتجوز واجيب عيال من واحده تانية وتغير من ولاد اخويا في يوم من الايام، او تقول لهم اطلعوا على امكم او تطردهم. انا اولى ان انا الم لحمي، وانا اللي اربي ولاد اخويا، وانا اللي استر على مراته محترمه جدا جدا وجميله، واكيد هيبقى عليها العين والقيله والقال برضه مهما كان هي محترمه. الست لما جوزها بيتوفى بتبقى عرضه للكلام. انا قلت اولى بيها، وبصراحه انا ما فكرتش في الارتباط بيها الا لما لقيت بنت اخويا متمسكه بيا جدا وحباني وعايزاني ومتعلقه بيا لدرجه ان هي كانت بتبقى عايزه تنام في حضني، بنت اخويا ولحمي.
طبعا انا خلاص الحمد لله اتجوزتها، والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني اراد ليا ان انا يعني اتجوزها، وزوجة صالحة الحمد لله رب العالمين، وانا مبسوط بحياتي معاها. حصلت بقى مشكلة تانية بقى، ان ايه، ان لما اتجوزتها بعد 4 شهور من الجواز حملت وبقيت فرحان قوي ان انا عايز كمان عيل، وخلاص يربطني بعيل يبقى من صلبه، وخلاص يبقى ابني، يعني تبقى نبتة خير مني انا مع ولاد اخويا اللي هم اصبحوا ولادي. المهم سبحان الله، حملت في الشهر الثالث، وبعد كده ما حصلش نصيب، سقطت وكان الجنين في وضع يعني كويس ومستقر. فجأة قالت لي انا بطني بتوجعني، حاسه ان في نزيف عندي. رحت كشفت عليها عند دكتوره نسا، قالت لي ده سقاطه. المهم خدت علاج ينزله. الحمد لله بعد ما عملت عمليه تنظيف استنينا ان يجي حمل تاني، ما حصلش حمل. رحنا نكشف قدرا كده، ندور على دكتوره تكتب لها علاج، لان قعدنا بعد منها كمان 6 شهور بعد التنظيف ما حصلش حمل. قلت لا يكون السقطه دي اثرت. المهم الدكتوره قامت قايله عندها تليفات وعندها مشاكل كبيره، واحنا لازم نشيل الرحم عشان خاطر ايه، لان لو ما شلناش الرحم ممكن التليفات دي تعمل يعني امراض سرطانيه وكده، واحنا لازم نشيل الرحم. ساعتها مراتي زعلت جدا من كلام الدكتوره، وراحت كشفت عند دكتوره واتنين وتلاته، وراحت لاكبر دكتور نساء وتوليد. قال لها يا بنتي انت عندك تليفات صعبه جدا، يعني تليفات، ويعني لو حصل حمل ممكن يسقط برضو تاني. وفي نفس الوقت ممكن التليفات دي تقلب لامراض سرطانيه احنا في غنى عنها، فلازم الرحم فعلا ينشال. كل اللي الدكتوره قالت لك عليه ده يعني لازم ان هي الموضوع العمليه دي لازم يكون باسرع وقت. طبعا مرات عيطت وقامت قايله لا انا عايزه اسيب نفسي احمل مره كمان، اجيب اي عيل منك، انت برضو ليك حق تكون اب، مش هتعيش طول عمرك على قد ولادي بولاد اخوك، بس لازم يكون لك ابن من صلبك او بنت او كده. المهم طبعا كانت في الفتره دي ساعات بيجي لها نزيف من غير اي ظروف شهريه، يعني كان بيجي لها نزيف على طول. المهم راحت للدكتوره، قالت لها انا بديكي علاج وهديكي علاج يوقف لك النزيف. فقالت لها يا دكتوره اكتبي لي منشط، انا عايزه احمل وكده. يا بنت الناس اللي التليفات عندك نسبتها مش كويسه، ممكن تسقطي انت وظروفك. سبحان الله ما حدش يضمن الحمل ده، كده كده انت يعني النتيجه هيسقط لان التليفات كتيره، يعني الموضوع كبير. المهم قالت لها يا دكتوره معلش اديني اخر فرصه، لو ما حملتش فيها او سقطت هعمل العمليه على طول وخلاص، وهشيل الرحم وخلاص واوكل امري لله، اديني بس فرصه. فالدكتوره ريحتها وادت لها ايه، سبحان الله، منشط. بقت تاخد منشطات، وقعدت برضو يعني قعدنا سنه بعد جوازنا ما حملتش خالص. المهم برضو يا بنت الناس تعالي نروح نشيل الرحم، تعالي يا بنت عشان خاطر ما يقلبش بامراض وحشه. يا بنت التليفات ديت خطره، ممكن تحول لامراض سرطانيه لا قدر الله، احنا في غنى عنها. المهم تقول لا لازم احمل، وعشان خاطرك، وانا اتعلقت بيك وعايزك تبقى يعني يعني ربنا يرزقني منك بحته عيل، افرحك بحته عيل مني. انت صبرت معايا سنة كاملة بتصرف على علاج وعمليات وأدوية، أنا نفسي أفرحك بحاجة. المهم فضلت برضو مصممة ما تعملش العملية، وبقت تاخد برضو ماشية مع دكتورة تاخد منشطات، لغاية ما سبحان الله حصل حمل. وأنا يعني الدكتورة كانت بتقول أنا متوقعة إن الحمل ده كده كده هينزل من التليفات اللي عندها، هيكمل ازاي وفي تليفات داخل الرحم. المهم وكان الحمل ده كمان ممكن يبقى خطر عليها جدا. المهم هي برضو اتمسكت بالحمل، وقامت قايله ايه ان شاء الله ربنا يكمله لها على خير. والحمد لله فعلا فضلت متابعه مع الدكتوره ونايمه على ظهرها فتره طويله، وسبحان الله والله كنت بشيل عنها كل حاجه، وكانت امي بتساعدها، ولدرجه ان انا نزلتها تنام في اوضه انا وانا عازب، يعني في وسط ماما مع والدتي عشان والدتي تراعيها وتبقى واخده حسها وكده. والعيال طبعا انتوا عارفين ان هي بتبقى صعبه امي تشيل عنها. وسبحان الله الحمل وصل لغايه الشهر السابع. يعني احنا ما كناش متوقعين انه ممكن يوصل للسابع. والدكتوره لقيتها بتقول لي انا عايزه اقول لك على سر خطير قوي. فبقول لها اللي كانت متابعه الحمل، بقول لها خير يا دكتوره؟ قالت لي انا والله ما كنتش عايزه اقول لك من الاول، بس طبعا احنا وصلنا للسابع الحمد لله، عدنا مرحله الخطر، وانا بتابع بالسونار وضع الجنين وكده. اللي بطنها 2 توأم بنت وولد.
ساعتها قلت لا اله الا الله. طب يا دكتوره ما فيش خطوره عليهم؟ قالت لغايه دلوقتي الامر مستتب، والجنين وضعه كويس، والاتنين ما شاء الله وضعهم الصحي كويس جدا جدا. وانا والله ما رضيت اقول لك عشان لو ما حصلش نصيب والحمل ما اكتملش ما تقولش ده كانوا اتنين ونزلوا، او تتعلق بيهم وبعد كده تزعل لما ينزلوا. بس الحمد لله ما دام وصلت للشهر السابع ان شاء الله ربنا يعدي الشهرين ده همت. تاخد الثامن وتاخد يومين حتى من التاسع، خلاص يبقى عدينا مرحله الخطر. اهم حاجه تخلص الثامن على خير. طب يا دكتوره الحل ايه؟ الشهر ده عايزه راحه تامه، تاكل وترتاح، تظبط ضغطها، ما تتحركش كتير، ما تجهدش نفسها. عايزين بس الشهر الثامن ده نسايسه لغايه ما تاخد حتى 3 4 ايام من التاسع. تولد بقى في اول التاسع، في اخر التاسع، في نص التاسع. خلاص ما دام الاطفال دي عدت الثامن خلاص هينزلوا ان شاء الله اسوياء وتمام 100 100. فضلت انا متابع مراتي وشايله عنها كتير برضو الشهر ده، وبقيت احاول ان انا اقول لها ما تعمليش حاجه، ما تجهدش نفسك، ما تتعبيش نفسك في اي شيء، احنا هنشيل عنك انا ووالدتي كل حاجه. وسبحان الله والله اختي كانت بتيجي برضو، كانت متجوزه في بلد جنب مننا، كانت بتيجي برضو تساعد امي في خدمه مراتي. المهم الحمد لله عدى الثامن على خير، خدت 3 4 ايام. من هنا بتاع التاسع دخلت في اسبوع. المهم طلق ولاده. المهم ما شاء الله ربنا يعني رضانا ببنت وولد زي الفل، ونزلوا اسوياء. بعد ما ولدت البنت وولد بقى حصل نزيف بعد الولاده، نزيف صعب جدا جدا. ويشاء الرحمن ان هي فصيله دمها من فصيله دم، ادت لها كامله الدم عشان خاطر تقدر تعيش. وبعد ما عملت الولاده طبعا والنزيف حصل لها، وخدت اكياس دم كتيره، وكانت وصل لها انيميا حاده جدا من كتر النزيف ومضاعفات جامده، وكانتش كمان بتعرف ترضع، ما نزلهاش لبن الاطفال من كتر النزيف اللي عندها. انا طبعا قلت للدكتوره الحل ايه؟ قالت ان احنا الحمد لله كده لغايه كده تمام، نوقف لها النزيف وتسترد صحتها شويه، وانت كده اديت لها كام كيس دم، تاكل وتشرب وتتغذى، وبعد كده نعمل العمليه. لازم تتعمل العمليه في اسرع وقت. قلت لها خلاص ما فيش مشكله. طبعا مراتي بعد ما ولدت وبعد ما حاله النزيف ده عدت على خير، وخدت فتره النقاهه بتاعه العلاج وبقت كويسه واستردت صحتها، رحت لدكتور جراحه متخصص في الارحام والاورام السرطانيه، لو عافانا الله وعافاكم. اتفقت معاه وقال لازم هي تشيل الرحم، خلاص موضوع انتهى. وحددت ميعاد والحمد لله يعني استأصلت الرحم بعد ما جابت ما شاء الله بنت وولد زي العسل. وعرفت ان انا يعني الحمد لله ربنا بيحبني عشان كده رضاني ومحرمنيش من اي حاجة اتمنيتها، والحمد لله على كده. وعلى نيتكم ترضكون، وربنا سبحانه وتعالى كان عارف ان نيتي كويسة عشان كده رضاني. انت لو مكاني هتعمل كده؟ ده السؤال اللي كان محيرني. انت لو مكاني وشايف ارملت اخوك كده تعمل كده؟ انا كنت صح ولا غلط؟ ولو خاطب واحدة في نفس المواصفات اللي كنت خاطب بيها كنت هتحمل تكمل معاها، ولا انت كنت صح لما انا سبتها واخترت الصح ان انا اعطف على ولاد اخويا واتجوز ارملته والم لحمي والم شملهم احسن من البهدله؟ انا عايزكم تكتبوا تعليقات على الفيديو ده، هو كده كان صح ولا غلط؟ ولو انت مكانه لا قدر الله مثلا وحصل نفس الظروف دي، هتقبل وتعمل اللي هو عمله ولا لا؟ طبعا منتظر تعليقاتكم على الحلقة دي. ما تنسوناش فضلا وليس امرا من دعمكم لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.